هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تماسا. لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. كلمة نسمعها كثيرا في حياتنا، هذه الكلمة لها قصتها أن صاحبين أو صديقين أتى أحدهما إلى الآخر يستشيره في معصية فعلها، أما الأول فاسمه ماعز وأما الثاني فاسمه هزال. قال ماعز لهزال: إني قد زنيت، فما كان من هزال إلا أن نصحه فقال له: اذهب إلى رسول الله حتى يقضي في أمرك. لم يعظه، لم يقول له تب إلى الله، لم يقل له أنه تكتم على هذا الأمر، بل قال له: اذهب إلى النبي حتى يقضي في أمرك وفي شأنك. فيأتي إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. والقاعدة تقول أنه ما من جريمة تصل إلى الإمام إلا ويقع عنها العفو، بل على الإمام أن يقيم الحد ويقيم العقوبة على المجرم. فكان من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أقام الحد على سيدنا ماعز، ثم أتى إلى هزال فقال له: يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. عندما أتاك وأخبرك بهذا الأمر لماذا قلت له اذهب إلى الحبيب؟ لو أنك سترته سترت أمره. لذلك أيها الأحبة، إذا ارتكبت معصية فلا تخبر بها أحدا، لا من باب الفخر ولا من باب الشكوى. فأما باب الفخر فهو من باب المجاهرة، والمجاهرة كل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرون، وهم الذين يجاهرون في معاصيهم، هؤلاء ليس لهم عافية ولن يعافوا يوم القيامة. وأما إذا كانت من باب الشكوى تشتكي إلى الناس أنك فعلت كذا وكذا، فذلك مخالف لستر الله سبحانه وتعالى، فإن الله ستير يحب الستر، والناس تعير وتدمر، والله يستر ويستر. لذلك أيها الأحبة، كلنا عصاة، والفرق بين عاص وعاص هو ستر الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الدنيا ما نمشي إلا بستر الله سبحانه وتعالى. هكذا علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك.